ضد الملعب والى رميه جانبيه ملعوب الكره سريعه الى دي كارمو. عبد الرحيم جزاوي يعيد كره خلفيه ايضا الى محمد مسعد. علاء ريشاني كره في العمق ممتازه دي كارمو. عماد الحوسني في اول مباراه رسميه له مع فريق النادي الاهلي واول استفتاح مع النادي الاهلي في هذه المسابقه، يسجل في الدقيقه 35 هدف اهلاوي اول منذ نزول عماد الحوسني، شكل الخطوره، اربك الدفاع، وجاءت الكره الاهلاويه بعد تمريره اللاعب المحور علاء ريشاني، كره في العمق رائعه كانت الى واندرسون دي كارمو وضع الكره باليمنى وكره عرضيه ناحيه عماد الحوسني، وفي المرمى هدف اهلاوي اول، هدف اهلاوي اول ينهي به المغامره الحزمويه اللي كانت في خط الدفاع وفي ايضا الترتيب في خط المنتصف والعوده والتكتل. وشوف المتابعه والكره الجميله اللي اتلعبت الى واندرسون دي كارمو عرضيه بعيده عن سعيد الحربي امام عماد الحوسني تماما المتمركز ممتاز بشكل جميل في منتصف منطقة الجزاء، ويسجل عماد الحوسني في أول مباراة رسمية له، وهو آخر التعاقدات الأهلاوية مع اللاعبين غير السعوديين، ينجح في التسجيل ويسجل مع هذه الفرحة لرئيس النادي الأهلي والاحتياط لفريق النادي الأهلي. هدف أول في المباراة يأتي في الدقيقة